وليدات الثالثة إعدادي، مرحبا بكم في أول فيديو بالنسبة للدروس ديال مادة ال SVT لهاد السنة. إن شاء الله غادي نحاول نمشي معكم بارتي بار بارتي، نشرحو الدروس والتمارين إلى آخره. داكشي علاش كنتي أول مرة تشوف القناة ديالي على اليوتيوب، متنساش تخلي واحد أبوني، تخلي تعليق، تبارطاجيها مع صحابك باش هكذا حتى هما يستافدو. أول درس غادي يكون عندكم إن شاء الله بالنسبة للثالثة إعدادي هو الدرس ديال لي زاليمو. والحاجة غنعطيك ليسونسيال اللي غادي تحتاج، الحوايج اللي غادي تحتاج فقط. هاد باش ناخدو واحد الغذاء مثلا معين غنسميوه حنا اكس، بغينا نعرفو لا كومبوزيسيون ديالو، بغينا نعرفو مناش يتكون هاد الغذاء هذا. بعض المرات تشري شي حاجه في لومبالاج ديالها تلقى دوك المكونات. كيفاش هما تعرفوا دوك المكونات بان مثلا تتكون من سكريات، تتكون من دهنيات، تتكون من بروتينات؟ طريقه باش تعرفوا لا كومبوزيسيون ديالو انه تيستعملوا سكون ابيل لي ديتيكتور، ولا غادي نسميهم لي رياكتيف. عقل على الكلمه، تسماو لي رياكتيف، تسماو بالكواشف. لكل غذاء كاشف خاص به. هاد الطابلو هذا غتلقاه في الفروض وغتلقاه في الامتحان المحلي ان شاء الله. مثلا ناخدو بغينا نكشفو وهزينا واحد الغذاء اكس، بغينا نعرفو واش كاين فيه الماء. التقنيه اللي غادي نستعملو هي الشوفاج، هي العمليه ديال التسخين. الريزلت اللي خاص نحصل عليها هي الفابور دو. الا سخنت واحد الغذاء وتصعد عندي البخار ديال الماء، غادي نقول تو سامبلومون بانه فيه الماء. عقل في نفس الوقت حفظ معايا، الا بغينا نكشفوا على الماء وسط واحد الغذاء تنديروا الشوفاج، تنديروا التسخين. نمشيو للاملاح المعدنيه. الاملاح المعدنيه عندكم جوج ديال الانواع ديال الاملاح، خاصكم تكونوا عارفين كيفاش تكشفوا عليهم. لي سيل دو كلورير يعني املاح الكلورور، وعندي لي سيل دو كالسيوم املاح الكالسيوم. بالنسبه مثلا لي سيل دو كلورير، الكاشف اللي تنستخدم باش نقلب هو نيترات دارجون يعني نترات الفضه. اما بالنسبه للكالسيوم تنستعمل اوكسالات الامونيوم. عقل معايا، الا بغيت نكشف على الكالسيوم تنستعمل اوكسالات الامونيوم، الا بغيت نكشف على الكلور تنستعمل نيترات دارجون. متابع؟ الريزلت غادي نحصل عليها الا كنت بغيت نكشف على الكلورير قلنا تنستعملو نيترات دارجون. الريزلت اللي خاصني نحصل عليه، خاصني نحصل على واحد الراسب، يعني كيتشكل عندي واحد الراسب هنايا، راسب كيدير اللون ديالو ابيض، ولكن غير تنخليه واحد شويه تحت الضوء تيولي اسود صافي. بريسيبيتي بلون نوار سي على ليميير، راسب ابيض يسود تحت تاثير الضوء. اما بالنسبه للكالسيوم قلنا بان الكاشف اللي تنستخدم الديتيكتور ولا الرياكتيف اللي تنستخدم هو اوكسالات الامونيوم. والريزلت اللي خاصني نحصل عليها، خاصني نحصل على واحد البريسيبيتي بلون يعني راسب ابيض. يعني الفرق ما بين الكلورير والكالسيوم النتيجه تقريبا بحال النتيجه تيتشابهوا، غير هنايا هذاك الراسب ابيض تولي اسود، وبالنسبه للكالسيوم تبقى راسب ابيض. يعني هذا واخا نحطو تحت الضوء ما يتبدلش اللون ديالو. بالنسبه للجليسيد، بالنسبه للسكريات عندنا جوج ديال الانواع. عندنا السكريات اللي هي معقده تنهضروا على الاميدون والنشا، وعندنا سكريات بسيطه تنهضروا على الجليكوز. السكريات البسيطه تنقصدوا بها الجليكوز. بالنسبه للاميدون باش نكشف عليها، الكاشف اللي تنستخدم اللوريودي. عقل على الكواشف، هاد الخانه مهمه. تنستعمل واحد المحلول سميتو المحلول ولا ماء اليودي. النتيجه اللي خاصني نحصل عليها، خاصني نحصل على واحد البلو فيولاسي او بلو يعني فونسي، تنحصل على واحد الازرق داكن ولا بنفسجي. يعني الا هزيت واحد الغذاء وزدت عليه محلول ماء اليودي واللون ولا ازرق داكن، كنقول بان داك الغذاء راه فيه لاميدون، فيه واحد السكر معقد سميتو لاميدون. اما بالنسبه للسكريات البسيطه اللي هي الجليكوز، الكاشف اللي تنستعمل هو لانكور دو فيلينغ ومحلول فيلينغ زائد تسخين. يعني تنشد داك الغذاء نزيد عليه المحلول دو فيلينغ وخاصني ندير عمليه ديال التسخين. النتيجه اللي تنحصل عليها هي واحد البريسيبيتي روج بريك، واحد الراسب احمر اجوري. يعني هنايا تتولي عندي واحد الترسب احمر اجوري، تنقول بان داك الغذاء فعلا راه فيه السكريات البسيطه اللي هي الجليكوز. نتابع بالنسبه مثلا الدهنيات لي ليبيد تنستخدمو تو سامبلومون. تناخدو داك الغذاء وتنحكوه فوق واحد الورقه بيضاء، تنشدو تنحكو داك الغذاء فوق ورقه بيضاء.
النتيجه اللي تنحصل عليها هي واحد طاش ترانسليسيد ريست سيغ لو بابي، واحد البقعه شبه شفافه تتبقى فوق هذيك الورقه، مثلا بحال الزيت. الا دفق لك الزيت فوق واحد الورقه، هذيك الورقه تتولي فيها واحد البقعه شفافه، تنقولوا بان داك الغذاء راه فيه لي ليبيد، فيه الدهنيات. بالنسبه لي بروتيد البروتيدات، الكاشف ولا الديتيكتور، الحاجه باش غادي نشوفوا واش كاينين لي بروتيدات في واحد الغذاء. مثلا خديت الحليب وبغيت نقلب واش الحليب فيه البروتيدات، اشنو خاصني نزيد عليه؟ تنزيد عليه واحد المحلول اللي سميتو لاسيد نيتريك. الا داك الحليب تبدل اللون ديالو ولا اللون اصفر كولور جون، تنقول بان فعلا الحليب فيه لي بروتيد. باش نكشف على لي بروتيد تنستعمل لاسيد نيتريك، والنتيجه اللي خاص يحصل لها واحد الكولوراسيون هي جون ولا تلون اصفر. تبارك الله عليكم. كانت هذه هي البروميير بارتي. هاد الطابلو ضروري، هاد الطابلو دير ليه واحد السكرين يبقى عندك، ضروري خاص تحفظو، لان في الفرض غادي يعطيك لي كاز بحال هكا خاوي. غادي يعطيك مثلا، يجي يعطيك لو ويخلي لك هاد الخانه خاويه ويقول لك فابور دو، غتكمل حتى بالشوفاج. يجي مثلا لي بروتيد يقول لك مثلا، يعطيك لاسيد نيتريك ويخلي لك الخانات بجوج خاوي. غتجي تقول بان عندنا لي بروتيد هو الغذاء، والنتيجه اللي غنحصل عليها في الحاله استعملت لاسيد نيتريك هي كولوراسيون جون ولا كولور جون. عقل على المعلومه. الطابلو تيكون عليه في الفرد تيكون عليه واحد 3 ديال النقاط حتى 4 ديال النقاط. ما تنساش بارطاجي الفيديو مع صحابك، ونلقاك في الفيديو الجاي. ولا عندك شي تساؤل خليه في التعليق، ولا بغيتي دروس ديال مواد اخرين فقط خليها ليا في التعليق.